ريال مدريد يعود للانتصارات من جديد بفوز صعب على رايو فايكانو 2-1 على ملعب السانتياغو برنابيو. مع بعض نشوف المباراة اللي كانت النهاردة. هي معنويا يعني مهمة مع الناحية المعنوية بالنسبة لنصافة وصافة الليجا. وبعد المباراة الصعبة اللي كانت فالنسيا اللي اتهزم فيها الريال على ملعب المستايا الأيام اللي فاتت بعد حادثة فينيسيوس جونيور والأحداث اللي حصلت خلال الأسبوع ده كله، التضامن الكامل مع فينيسيوس واللعيبة والاتحاد الأسباني والقرارات اللي طلع بيها. المباراة دي فيها تفاصيل كتير، وفيها شوية أسئلة يعني هنشوفهم مع بعض. الأسئلة دي عايز أتكلم معاكم فيها، نشوف كارلو أنشيلوتي إيه اللي في دماغه عم أنشيلوتي ده، ونشوف مع بعض تفاصيل. في البداية المباراة بدأت بوقفة تضامنية من لعيبة الريال بلبسهم قميص فينيسيوس جونيور، تضامن معاه بعد اللي حصل معاه، التنمر والحاجات اللي حصلت معاه من جماهير فالنسيا في المباراة اللي فاتت في المستايا. وبعد كده المباراة كانت مهمة بالنسبة لعودة كريم بنزيما للتسجيل. الهدف الأول كان عن طريق كريم بنزيما. هو كريم بنزيما فيه انتقادات كبيرة عليه الفترة اللي فاتت، وليه فترة ما سجلش في ماتشين السيتي وماتش فالنسيا، والدنيا تعبانة خالص مع كريم بنزيما. يعني الهدف اللي جابه ده يعني معنويا شوية ماشي يا عم بنزيما، فاهم. والهدف التاني من رودريجو. يعني رودريجو هدف، ورفض احتفل بطريقة بالتضامن مع فينيسيوس، يعني ما احتفلش بطريقته المعهودة، لا. كان هدف حلو برضو الصراحة بتاع رودريجو. وفي الدقيقة 20 كانت الجماهير وقفت تسقف فينيسيوس، وكان فينيسيوس ما لعبش المباراة دي، كان في المدرجات. يعني فينيسيوس كان في تضامن معاه. هو الصراحة يعني اللي حصل معاه ده الاتحاد الأسباني غرم بيقول له فريق فالنسيا، وقفل جزء من الملعب، المدرجات اللي كانت فيها الصفارات الاستهجان على فينيسيوس. طرد 6 من الحكام. وكان في اخبار بيقول ان هم شالوا البطاقة الحمراء اللي كانت عليه. يعني اللي اتحرك، يعني هو الموضوع كبر، والريال مقدم شكوى في المدعي العام بسبب العنصرية اللي كانت ضده والحاجات دي كلها. فاحنا برضو مش عايزين نشوف الحاجات دي. وبرضو فينيسيوس يعني مع الوقت المفروض يهدى شوية، يحاول يتمالك في العصبية بتاعته. يعني هو يعني انت اسبانيا معروفة بالتعصب شوية. يعني كنا بنشوف بيعمل له مع كريستيانو وجوش كان في مرة رموا عليه الموز، راح قشر وكله. يعني ده في اسبانيا المفروض انت كلاعب 22 سنة لو ما عرفتش تتحكم في نفسيتك واعصابك في المباريات وتمتص الجماهير، ما مش هيبقى ليك عمر كبير في الكورة. مش هتعرف تستمر معاه على وضعك ده. يعني ديك شايف كريستيانو كان بيتحصل ايه معاه، وبيقول لهم برضه بيرد عليهم في الملعب. دي برضه فيها كام سؤال يعني كده يا جماعة. هو فوز مهم برضه، وصفت الترتيب. ومع برشلونة هزيمته امبارح من بلد الوليد، يعني برشلونة يعني ما كانوش قادرين يتهزموا الكام ماتش دول من زمان شوية قبل ما يحسموا الليجا. وانت عم انشيلوتي مش كام ماتش كنت ضيعتهم دور اونطة، كنت فزتم كان نفعوك دلوقتي. على الاقل كان فرق النقاط قل بدل ما هو كبير كده. عيبة في حقك حتى يا اخي. كام سؤال كده بس يا جماعة بيدوروا في دماغي في المباراة دي. انشيلوتي ليه مصر يلاعب فالفيردي جناح؟ يعني بس عايز اعرفها. يعني هو مصر ليه يلعبه جناح وهو اللاعب بكلام الصحف يعني انه هو بيشعر بانزعاجات والام. يعني مصر ليه يلعبه جناح؟ ما لعبش ليه اسنسيو من البدايه؟ ما لعبش ليه اسنسيو اساسي؟ يعني انت خلاص اصلا الموسم خلص، يعني طب ما تلاعب الناس دي يعني. ما لعبوش ليه اساسي؟ مش فاهم برضه. ايه اللي في دماغ يا عم انشيلوتي؟ مش فاهم يعني. سينسو كان قاعد موجود، يعني إيه اللي ما ملعبوش ليه من البدايه؟ ده سؤال برضه. يعرف تاني برضه في الفريق برضه يا جماعة، ليه في بطء في بناء الهجمة والمرتدات؟ في بطء كده، تحس ساعات التيكا تاكا سريعة شوية، وساعات تلاقي في تجلف من لعيبة تقيلة في التمرير. الكورة عايزة سرعة شوية. ما عارف، ممكن عشان كروس ومودريتش، بس برضه عايزة أسرع شوية، أسرع عشان الهجمات ممكن تبقى انفراد بتاع أسرع شوية. برضه يا عم أنشيلوتي أنت تشاوميني مزعلك في حاجة الواد ده؟ يعني افهم برضه، مزعله في حاجة هو؟ يعني انت ما لعبت
ما لعبوش ليه من البداية؟ يعني انت كده الموسم خلصان، ما لعبوش ليه وعارفين الدوري رايح ما لعبوش ليه؟ نزلوا لي في الدقيقة مش فاكر حاجة و80 باين 85 كام. يا عم هو مزعلك ولا إيه؟ ما منزلوش ليه من البداية؟ عايز افهم تشاوميني ايه قصته يعني؟ ما بيلعبوش ليه كتير؟ على الاقل ياخد ثقة اللاعب، واللاعب وانت جاي دافع فيه مبلغ يعني، ما سايبه ليه على الدكة؟ دي حاجة برضه من ضمن الواحد من الحاجات مش عارفها انشيلوتي ماله. كارفاخال برضه، انت يا عم كارفاخال مصر تاخد ليه بطاقات صفراء بدون داعي يعني؟ عندك كيف يعني تاخد بطاقات صفراء ولا إيه؟ مش فاهمين يعني. عمال على بطال بطاقات كل ماتش مثلا بطاقة في حاجات ملهاش داعي. ما برضه الحاجات الواحد دي مش فاهمها وعايز افهمها برضه. ما كارفاخال ايه قصة؟ برضه للمهم، انشيلوتي رأيكم الموسم الجاي لو فضل هيلعب نفس التشكيلة دي، نفس الدماغ ونفس التفكير ده، ولا هيغير من لعبه، ولا هينفع يعني الوضع الجديد مع الفريق، مع الكام صفقة اللي احتمال هيجيبهم الفريق يعني؟ ولا المفروض يجيبوا مدرب تاني ولا ايه؟ مش فاهمين يعني. رأيكم هينفع يكمل ولا ما ينفعش، ولا هيفضل برضه بنفس التفكير ده والدماغ دي اللي هيودينا في داهية؟ ربنا يستر منه ويجلطنا. شوف رأيكم في ايه في الكومنتات برضو عن الحاجات اللي حصلت في المباراة دي، او تشاوميني والفالفيردي والناس دي كلها وعم انشيلوتي. ونقول ايه؟ هلا مدريد وجوردن